اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة مقبولة لديك مرضية لديهما، وأشفنا اللهم من كل داء، وأغننا اللهم بها عن كل دواء، وأحسنا اللهم بها من كل بلاء، صلاة تفتح بها أبواب الخير والرزق والرحمة، وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله وصحبه والتابعين بحق قدره ومقدره العظيم. صباح الخير أو مساء الخير عليكم متابعيني حبايبي الحلوين وقت ما بتسمعوا الفيديو. جمعة مباركة عليكم يا رب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم آمين. يا رب يا رب اشفي كل مريض يتألم، ما يعلم بمرضه ولا بألمه غيرك انت يا الله. يا رب ينجح ولادنا كلهم. احنا عارفين ان الشهر ده كله امتحانات، كله امتحانات ابريل خدناها في اول الشهر، وامتحانات اللي هي ما بتضافش للمجموع وادينا خلصناها، وبكره ان شاء الله باذن الله هنبداوا الامتحانات باذن الله بتاعت اخر السنه. ربنا ينجح ولادنا كلهم اللي في الابتدائي واعدادي وثانوي، ويفرحنا بيهم ونشوفهم يا رب احلى حاجه في الدنيا دي كلها. الناس اللي بعتت لي وقالوا لي ادعي لولادنا، معلش عشان انا ما نزلتش حلقه امبارح، عشان كان في واحده جارتنا ربنا يشفي لها ابنها يا رب. ابنها بسم الله ما شاء الله يعني عنده 17 سنه. الحسد بيعمل كتير. الناس تشوف تقول لك ده عندها ابن، ده عندها بنت، ده عندها جوزها، ده عندها، تقعدوا تحسدوا في الناس. حرام عليكم. اللي عارفه نفسها بتحسد اول ما تشوف حاجه تقول اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله، عشان حرام عليكي. حرام حرام حرام. الناس ماشيه بالزق والله العظيم. الحمد لله ربنا يشفي كل مريض يا رب، وربنا ينجحهم يا رب، ينجح اسلام وينجح كريم وينجح وعد ودينا. ربنا ينجحهم يا رب وينجح عبد الله. انا معلش عشان انا والله ما كتبتش كل الاسماء، انا دولت اللي كتبتهم. وينجح رودي طبعا حبيبتي مامة رودي باسكندريه. وريتاج. ينجح كل بناتنا وولادنا ونشوفهم احلى حاجه في الدنيا. احنا بنذاكر لهم وبنعمل اللي علينا وربنا يقوي ذاكرتهم. العيال دلوقتي ما بقتش زي الاول. العيال كانوا بيذاكروا وماشيين حلو، من كتر الامتحانات السنه دي خلت الولاد كارهين المدرسه، مش عايزين يروحوا المدرسه اساسا. تعرفوا انا حاسه ان انا اللي في المدرسه، يعني المفروض انا بذاكر، اقعد اذاكر لده واذاكر لده. انا عندي ثانويه وعندي اعدادي، اقعد اذاكر لده واذاكر لده. انتوا عارفين المفروض ياخدونا احنا كأمهات نروح نمتحن لهم، ما احنا اللي حافظين واحنا مذاكرين. فبدل الولاد ما يروحوا ويقولوا لك يا ماما ده احنا قفلنا، ده احنا هنطلع من الاوائل بصوا انا الله يكون في عون كل ام قايمه بدور الاب والام. ربنا يعينك على اولادك وعلى نفسك. والحمد لله الشاي والقهوه اللي عندنا في البيت خلصوا من كتر المذاكره ومن كتر الصداع. ربنا يعيننا عليهم. اهي اخر الامتحانات عشان ناخد الاجازه، مع اننا ما بنلحقش ناخد اجازه. اما المدام او الانسه اللي قالت لي في التعليقات، قالت لي انت بترغي كتير في المقدمه. المفروض متابعيني الحبايب الحلوين اللي عارفيني كانوا هم يردوا عليها ويقولوا لها ان هي اللي انا ما بنزلش مقدمه من زمان، من ساعه ما قالوا لي بلاش مقدمه قوليها كل جمعه مره، يعني كل فتره عشان احنا بنشحن النت وكده. وانا برضو اعذرتهم وقلت لا بلاش، ما بنزلش مقدمه. لكن من وقت للتاني بطلع اتكلم معاكم، انتوا مش عايزيني اتكلم معاكم، يعني اقول ما انا بعمل لكم على قد ما بقدر الحلقه. والله العظيم بنتعبوا في تسجيل. عارفين يعني ايه نقعد 3-4 ساعات ولا 5 ساعات عشان نسجل حلقه تطلع نص ساعه ولا 25 دقيقه؟ صعب. انتوا مش عارفين حاجه صعبه يعني. فانا ما نزلتش حلقه امبارح. ان شاء الله باذن الله هعوضها لكم برضو في الحلقات. حبايبي الحلوين انا بحبكم جدا 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 وشكرا ليكم. جمعه مباركه. بس في حاجه انا عايزه اقولها لكم، صيام العشرة بعد اذنكم، عشان انا بقول لاخواتي وللناس اللي الصيام يوم الاثنين. في واحده صاحبتي وناس بيقولوا الصيام يوم الاحد. فارجوكم الناس الجميله الحلوه اللي عندي على القناه، الناس اللي بتصوم وعارفه برضو بيصوموا بقالهم سنين وعارفين احنا بنصوم كل سنه الحمد لله. بس هم عمالين اللي يقول لك حد واللي يقول لك مش. انا بقول لهم يوم الاثنين بدايه الصيام، ما هم بس 9 ايام بس اللي بيتصاموا، ويوم العيد ده العاشر ده ما بيتصامش. هي كده يقولوا لك لا ده 10 احنا هنصوم من يوم الاحد. يا جماعه من يوم الاثنين. فانا بستشيركم ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات الصيام هيبدا يوم الاحد ولا يوم الاثنين. وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله عيد عليكم سعيد يا رب. بحبكم جدا، بحبكم 5. بحبكم. هي الناس اللي هنا مش بتحبني ولا ايه؟ انتوا نسيتوا زنوبه يا ولاد؟ محدش يقول لي ازيك يا زنوبه، كل سنه وانتي طيبه. احنا هنذبحوا العجل ونبعتوا لك فخده بحالها، ولا يعني تبعتوا لي الكارع بتاع ولا ديل العجل حتى، اي حاجه. كل سنه وانتوا طيبين يا امارات. يا لهوي، مين انت؟ مين يا بت؟ انت بتعملي ايه هنا؟ الله، فين حسن وفين ساره؟ حماتي يا نينا دلوا عليا. جرايه يا حماتي؟ هو انت مش عارفاني؟ صدقي كل اللي يشوفني برضه يقول لي انت مين؟ اقول لهم انا ساره، يقولوا ده احنا عرفناكي من وشك بس. ده ايه التغيير المفاجئ ده؟
وايه يا اختي اللي شقلب حالك كده؟ يا لهوي، ده انت اتغيرتي يا اختي 180 درجه. هو انت عملتي ايه يا بنت؟ جرى يا حماتي؟ الله، عماله تقولي لي يا فشله يا تخينه يا كرنبايه، وجوزي يزعل مني. انا رحت للدكتور، اهو نفخ حبه وشفط حبه، اهو كله منه يعني. احنا ما جبناش حاجه من بره، وزي ما انت شايفه كده. ايه رايك في البضاعه الجديده؟ اعجب ولا ما اعجبش؟ اذا كان على الوضع ده يبقى انت هتعجبي الشعب كله مش ابني. امال ايه؟ وتمشي بقى تتعكسي في الشوارع وكل شويه تدلعي وتلبسي المحزق والمبزق. امال ايه؟ وبعد كده ابني ما يعجبكيش وتقولوا له طلقني عشان في عريس حلو هيتجوزني. يا اختي كنت فضلت زي ما انت. يا اختي احمدي ربنا، بتتبطري على النعمه اللي انت فيها. رايحه وصرفتي كام؟ صرفتي فلوس ابني ضيعتيها على الحاجات ما تستاهلش، حاجات هفا. الواحدة لو ما كانتش تاكل في بيت جوزها وتلبس الوزع والمرحرح كده وهي خارجة وجسمها ما يبقاش ملفت للناس، هتعملي لابني كم مشكلة كل يوم. اللي انا اعرفه يا حماتي ان جسمي كده عجبني وحلو، وانت دلوقتي خايفة على ابنك، خايفة من المشاكل. يعني لما غيرت من نفسي خايفة على ابنك يعمل مشكلة، وخايفة لا اتعاكس في الشارع. ما انا كنت قدامكم الاول، قعدت تتريق عليا، خليتي جوزي كرهني وكره جسمي وبقى مش طايقني. عايزاه ايه؟ يروح يتجوز؟ لا. اهو ايه رايك دلوقتي؟ وهشتري كل فلوس ابنك، هاخدها اشتري، اجيب لي ترنجات واجيب لبس خروج واروح الجيم واكل اكل صحي واجيب واروح الكوافيرات واعمل كل حاجه. مش كنت قاعده في البيت بطبخ وبغسل ومتمرمطه خدامه بدون اجر؟ لا، انا هنتبه لنفسي. وابنك لو عاجبه، مش عاجبه يا حبيبتي يبقى يطلقني. يعني ايه يا ولاد؟ يعني يبقوا عيالها طولها على وش جواز؟ البت والولد ده لو كانوا اتجوزوا من زمان كانوا خلفوا. يعني انت يا اختي يعني لو عيالك كانوا اتجوزوا وخلفوا كان زمان الجد راح تصبغي شعرك اسود وتصلحي جسمك، واللي يشوفك يقول بنت ال20. الله، طب انا بصبغ شعري اسود علشان انا يعني كبرت وشعري ابيض فبصبغه اسود. وانت يا بنت، هو فين حسن؟ هوبا، ايه ده؟ ياسمين، ايه الحلاوه دي يا بنت؟ ايه الجمدان ده؟ ابوي، لا 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 لا، يعني انا اسافر وارجع الاقيكي متغيره؟ ازاي كده؟ ايه ده؟ ايوه يا اخويا، هوبا. انت شايف مراتك عملت ايه؟ كل الفلوس اللي انت بتشتغل بيها مراتك راحت للدكتور وعملت ايه في نفسها؟ يا دي الفضيحه، هتفضحنا. ازاي ياما؟ هتفضحنا ازاي؟ انا كنت عايزها كده، مش مشكله. صرفت الفلوس، تصرف اللي هي عايزاه، اديها اللي هي عايزاه. الله، ده انا هجيب لها احلى فساتين. هاخدها دلوقتي اجيب لها احلى فساتين تلبس وتتشيك وتعمل شعرها كده وتخرج معايا، وانا مش عايزها تطبخ ولا تعمل اي حاجه. انا هعشيها بره كل يوم وافسحها، هعيش ايامي اللي انا ما عشتهاش. ياما انت ايه جابك؟ ياما ايه جابك؟ روحي روحي. يعني ايه روحي ياما روحي؟ انت عاجبك المسخره والقله الادب اللي مراتك عاملاها دي؟ نفخه خدودها اكتر ما هي منفوخه ونفخت. انا مش عايزه اتكلم. الله، ايه قله الادب دي؟ يعني ايه ليه عملته في نفسها وانت يا اخويا موافق؟ ايه ياما؟ هي عملت ايه؟ ايه جريمتها؟ ايه الجريمه اللي هي عملتها؟ هي يعني شالت شويه دهون من بطنها وعملت بيهم اي حاجه؟ ايه المشكله يعني؟ انت ايه زعلانه ليه؟ الله، انا عاجبني، هي كده عجبان، هو ده اللي انا كنت عايزه. وبعدين روحي شوفي يا اختي، روحي شوفي جوزك متجوزه عيل قد ابنك. انا مش هتدخل في حياتك وانت حره فيها، بس بعد ما كنت بديكي الفلوس اللي انت عايزاها انا منعت. مش هديكي فلوس ولا ساره هتديكي، خليه هو بقى يشتغل ويصرف عليك. وايه المشكله يا ولد؟ المشكله يعني اللي انا جبت واحد يونسني؟ الوحده وحشه وامك كبرت وانا قاعده لوحدي. اخصى عليك. الله، كده برضو عشان انا جوزتك صغير يعني وخلفت وانا بقيت جده يعني فخلاص امك عجزت يا ولا؟ ده انا صاحبتي عندها 80 سنه اتجوزت. تلاقيها بس اتجوزته عشان لما تموت يروح يدفنها في القراف، تلاقيها ما عندهاش اهل ولا حاجه. انا اللي ما عرفتش اربيه، هتمنع عني الفلوس عشان تديها لمراتك تنفخ وتشفط وتنفخ؟ ماشي يا حسن، انا قلبي غضبان عليك ومش هكلمك ابدا وزعلانه منك. اعمل حسابك كل يوم عركه ومشكله. مراتك لو نزلت الشارع كل يوم هتجيبهم لك طابور وراها. انا ماشيه. ايوه، يبقى تعالى اشتكي لي وقولي الحقيني ياما. بكره ترفع عليك قضيه خلع وتخلع وتروح تشوف لها واحد مز حلو قدها كده وزيها نافخ وشافت. عاجبك امك كده يا حسن؟ اخس عليك،
شايف امك بتعمل ايه؟ يعني انا كده وحشه؟ يعني وانا كده مش عاجبه وكده مش عاجبه؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ يعني انا اطبخ واغسل ومرمط نفسي والبس اي حاجه واقعد في البيت مش عاجبه، اروح اغير من شكلي واروح الجيم والبس واتشيك واروح الكوافير وكل ده برضو مش عاجب، اعمل ايه بس يا ربي؟ جوزي مش عاجبه حاجه خالص. لا يا ساره، انا ماليش دعوه بامي. انت كده حلو قوي. انا حاسس ان انا اتجوزت واحده جديده، عروسه جديده. ايوه، انا مش مصدق نفسي. ما انت حلوه اهو. امال ليه كده يعني حشره نفسك في العبايات والطبيخ وريحه البصل والبيت؟ ما انت حلوه اهو. جرايه يا ساره، انا كان نفسي اخرج معاكي كتير واتفسح كده واتمنظر بيكي قدام الناس، والناس يشوفوا كده عندي مراتي حاجه كده صاروخ ارض جو. طب يلا بينا عشان انا زعلان، اشتري لي شويه فساتين بقى وشويه ترنجات وشويه مكياج، اصلا انا محتاجه حاجات كتير، اصلا انا ما كانش عندي، كنت مهتميه بيك والولاد كبروا خلاص، بكره نجوزوهم ونرتاحوا ولا ايه؟ حلفني بأي يمين هواك مهما تقول مين. ايه ده يا بنت يا ساره؟ يعني زي ما انا سمعت؟ معقول اللي انت فيه؟ جرى ايه يا ياسمين؟ هي حماتي شويه وانت شويه؟ ايه الجريمه اللي انا عملتها؟ واحده ظبطت جسمها عشان تعجب جوزها، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انت فجرتي. ما لما تعملي كده ولابسه القصير والضيق والمحزق وفرحانه، يعني انت فرحانه ومبسوطه دلوقتي؟ عشان جوزك بقى مبسوط. امال ايه؟ فرش لك، غير لك العفش كله، جاب لك عفش جديد. يعني ايه انا عايزه افهم. يعني وانت شايله بيته ومهمله في نفسك وشايلاه ما كانش راضي يفرش لك حاجه وما كنتيش عاجباه، ولما غيرتي من نفسك للاوحش، انت شايفه الاحلى للاوحش، عجبتيه وعاجبه نفسك، انت مرضيه؟ يعني انت راضيه على اللي انت فيه؟ مبسوطه؟ ايه الجريمه اللي انا عملتها؟ انا بعمل اللي يرضي جوزي، بعمل اللي يعجب جوزي ويرضيه وما يتجوزش عليا. انت عايزاه يتجوز عليا ويرميني زي ما انت اترميتي كده؟ وراح جاب لك ضره وبهدلك ومرمطك، عايزاني اعيش زيك؟ لا، انا ما اقدرش كده، على كده خالص ما اقدرش. جريمه؟ قولي جرايم. هتمشي ازاي كده؟ هو عايزك تلبسي ضيق وتلبسي قصير وفساتين وبناطيل وشعر ومكياج وتخرجي قدام الناس. انت دلوقتي مش عاجبه جوزك بس، انت هتعجبي الشعب كله. طول ما انت ماشيه هتخلي العيال الصغيره والكبيره تبص عليك. انت ماشيه عامله ازاي؟ كيرفي، عامله زي الكاريكاتير. عارفه الصور بتاعت الكاريكاتير اللي كنا بنشوفوها كده في الجرايد كده زمان؟ انت عامله زيهم. انت كنت تخينه يا ياسمين، انت كنت جسمك تخين، كنت محتاجه بس تروحي جيم تقللي في اكلك شويه، ما كنتيش محتاجه تروحي تشيلي من بطنك وتحطي هنا وهنا وهنا وهنا. انا زعلان، انا جيت لك بس عشان انصحك، لخبطتيني في كلام. انا جايه ومش مصدقه حد، ومش مصدقه اشوفك بالمنظر ده. انت هتخرجي كده في الشارع؟ انا كده عرفت، انت اللي كنت بتعصي ساره، صح؟ انت يا ياسمين يا مرات اخويا. هو انا اقول يا مهمله في نفسها ليه؟ طب ما انت اهو لابسه وبتهتم بنفسك ولسه شباب، واللي يشوفك ما يقولش انك جده ابدا. صح؟ ده انت عيالك اتجوزت وخلفت. احنا عيالنا لسه ما اتجوزوش عشان انا سفرتهم بره، طبعا يتعلموا وياخدوا شهاده الاول وبعدين يبقى يفكروا اما يتجوزوا وهم عندهم 30 سنه. ايه المشكله يعني؟ لكن انت جوزتيهم صغيرين، وديك اهو صغيره ولابسه وجسمك عامل ازاي. زعلانه ان هي ظبطت نفسها شويه؟ اشباه رجال. الراجل اللي يشوف مراته تلبس كده وتخرج كده في الشارع ده ما ينفعش يكون راجل. هي لو هتغير من نفسها علشانك انت في قلب البيت مش مشكله. ياسمين دي اختي وبخاف عليها. لو هتقعد كده في البيت وتلبس لك وتشتري لبس خروج وتلبسهولك في قلب البيت عادي، لكن انت لما تخليها تلبس كده وتجيب لها فساتين وتعمل لها اللي هي عايزاه عشان تخرج بيها كده قدام صحابك وقدام الناس، فانت مش راجل. انتوا ايه؟ انتوا نسيتوا ربنا؟ نسيتوا ان في ربنا؟ نسيتوا ان في اخره؟ انا مش عارفه الناس ازاي اتغيرت كده، ضميرهم اتغير. ايه مالك فاتح بقك ليه كده؟ انا لازم اقول الحقيقه ولو على رقبتي. الحال ده ما يعجبنيش. لو ياسمين خرجت باي لبس ما يعجبنيش، لا هي صاحبتي ولا عسلفتي ولا اعرفها، هي حره. يا خساره يا صاحبتي، يا خساره. الست اللي تغير من نفسها علشان خاطر راجل دي ما تبقاش ست، لانك انت لو ما غيرتيش من نفسك هو برضه هيفضل كده. هتغيري من نفسك شويه وينبسط معاك حبه ويرجع تاني بيحب البدايات، عايز يشوفك واحده تانيه. النهارده تلبسي له وتبقي هانم، بكره عايزك تبقي رقاصه، بكره عايزك تبقي فلاحه، بكره عايزك تبقي واحده ولا تسوي ولا تنفعي. مره عايزك قويه، مره عايزك ضعيفه، مره عايزك حلوه، مره وحشه.
هو مش عايز الراجل مش عايز يشوف ست طول الوقت حلوة ولابسة ومتزوقة، لا بيمل بسرعة. والست اللي تغير نفسها وجسمها علشان راجل بتخسر كتير. اعرفي كويس كل الحاجات اللي بتتعمل دي يا خسارة. وانت لو مرضتي ولا حصل لك حاجة، لو حقنتي حقنة ولا نفختي ولا عملتي اي حاجة وحصل لك حاجة، هو هيكمل معاكي، هيروح يجيب واحدة تانية حلوة. فوقي نفسك يا ياسمين، فوقي نفسك. انا جيت نصحتك. سلام يا صاحبتي. ساره ما تسمعيش كلام ياسمين. ياسمين غيرانه منك علشان انت بقيتي احلى منها، مالكيش دعوه بيها. وبعدين قومي اقلعي الفستان الاسود ده، البسي اي فستان الوان من اللي انا جايبهولك، هيبقى تحفه عليك. يلا عشان خاطر انا اشتريت عربيه جديده وهعشيكي في احلى مطعم وافسحك واعوضك على الايام اللي فاتت. خلاص عيالنا مش موجودين، سافروا يكملوا تعليمهم، احنا نعيش الوقت اللي بقينا. احنا ما عشناش قبل كده. انا طول حياتي مدفونه معاكي وانت شاهده يا ياسمين. انا كنت بيبقى نفسي اخرج معاكي، مش عارف، كنت حاجه مكعبره كده ببعض كده، لكن دلوقتي شوفي عملت شعرك ولبستي وبقيتي حلوه وتلبسي كعب يلا. عارفه الست في السن ده بالذات بتبقى لسه شباب في عز شبابها. السن في سن يعني الست بتبقى في سن ال40 ده شباب، عايزه تخرج وتتفسح وتتدلع وتعيش حياتها، وانا هعمل لك كل حاجه. انا عايزه اعرف حاجه. لما انا صح وانت شايفني صح، حماتي اول ما شافتني غلط، ياسمين برضو شافتني غلط، يا ترى كل اللي هيشوفني هيقول عليا ايه؟ انا خايفه، انا لبست ومكسوفه اخرج، انا مش عارفه اعمل ايه. انا عملت كل ده عشان يرضيك انت يا حسن، عشان خفت لا تروح تتجوز عليا وترميني، وانا مش عايزه اتطلق منك يا حسن. انا بحبك، ما تخلينيش اعمل حاجه غصب عني. انا مش عايزه اخرج. احنا ممكن نبعت نجيب عشاء ونتعشوا هنا انا وانت، والبس لك كل اللي انت عايزه. مفيش مشكله، خلاص خليكي انت كل اللي انت عايزاه والبسي اللي انت عايزاه وخليكي في البيت، وانا هخرج انا واصحابي واخرج براحتي واعمل اللي انا عايزه وهسهر براحتي. ماشي؟ على العموم البنات كتير قوي وانا جبت اخر منك. يا حسن مالك يا ساره؟ انت كده عاجبه نفسك وبقيتي حلوه، مش لازم يعني وانا خارجه البس ضيق. هلبس عبايات برضه والبس واسع واغطي شعري، وفي بيتي اعمل كل اللي جوزي عايزه. بس هو دلوقتي عايز نخرج معايا، اخرج اروح فين؟ انا مكسوفه حتى بالفستان اللي انا لابساه ده، حاسه ان انا اول مره اعمل كده وحاسه ان عيب وغلط. يا ترى يا حسن هتوديني فين تاني يا حسن؟ غريبه، ربنا هداكي وبتصلي. يا رب بس الصلاه ده يكون طالع من قلبك، ولا الدموع دي تكون طالعه من قلبك فعلا. انت دمرت كل حاجه، حرام عليك. جرى ايه يا صالح؟ ما تسيبني يا اخويا اقرب لربنا شويه وادعي له. انا مش عارفه انا ايه اللي عملته في حياتي. انا اتجوزتك السنين دي كلها وخلفت لك وانت رامي عليا اليمين مره ورميت عليا اليمين تاني. الله، في ايه؟ انا رميت عليكي اليمين من زمان مره ورميته عليكي تاني بالثلاثه. انت جيتي تعيشي هنا في الشقه هنا تاني ليه؟ عايزه مني ايه؟ ما انت مكوشه على كله. ارحميني، وانت فاكره يعني لما تصلي وتعيطي خلاص؟ لا انا رميت عليكي يمين مفيش رجعه فيه، وانا مش عايزك تعيشي هنا، مش عايزك تقعدي معانا في البيت بعد اذنك. خدي ابنك وامشي معاكم اللي يعيشكم واللي يكفيكم. انا راجل كبرت وما بقتش قادر ادوس على رجلي، شقى السنين كله راح، حتى ياسمين خدت جنب هي وعيالها. حرام عليك. ولا آية اللي انا اكتشفته انا مش مصدق، انتي تتأمري على بنتي وتخليها تعمل كل ده من ورايا. خدي ابنك وامشي، روحي صلي في بيتك هناك. هو انت لما تيجي هنا وتصلي وتعيطي انا كده هسامحك؟ وحتى لو انا سامحتك هرجعك ازاي؟ انت مالكيش رجعه غير بمحلل، وانا مش هقبل ان انت تتجوزي واحد وترجعي لي، فالرجوع بينا بقى مستحيل. انت فاهمه ولا لا؟ احسن لك بالادب. انت خلاص بقيتي طالق، انا رميت عليك اليمين وطلقتك عند المأذون، جايه بتخليني مش هنا وتفتحي البيت وتخشي. لا في ايه يا صالح؟ انت بعتلي ليه؟ انت عارف اللي انا واماني مفيش بينا اي تفاهم. خير؟ بص يا بنت الناس، انا عارف اللي انت بغير اختك خالص، ربنا يحميكي ويبارك لك في بيتك وجوزك وحياتك. انا ما بقتش قادر استحمل اختك دي. انا عارف ان هي ما قالت لكمش. اختك انا رامي عليها اليمين من سنين ورميته عليها تاني، طالق بالثلاثه وطلقتها عند المأذون. اختك خدت البيت التاني، خدته باسمها وشايله فلوس في البنك. اختك خدت كل حياتي، ضيعتني ودمرتني. الجوازه اللي دفعتني دم حياتي. حتى ابنها ملوش خير في ابوه ولا فيها.
دلوقتي هي خدت بعضها ومشيت راحت البيت التاني اللي هي خدته مني. وانا كل ما اروح الشغل ارجع الاقيها قاعده في البيت، قاعده في شقتها شويه، في شقتي شويه، في شقه ايه شويه، في شقه ياسمين شويه. كل شويه اسمع هبد في البيت وتنطيط. الله، خلي اختك تمشي بعيد عني، سيبوني في حالي. انا خلاص ما بقتش قادر، حاسس ان انا ما بقتش قادر اتكلم. عرفي ابوك وامك البيت دي ما تخشش هنا تاني. المفروض تبقى عندها دم وتروح هناك، هي تصلي لي هنا. هي لما تصلي وتركعها وتعيط قدامي هنا انا هزعل. اطلعي يا هانم شوف ابنك، ابنك بيبقبق بالعربيه بره اهو. ها، ابنك بيبقبق بالعربيه اللي انا جايبها له، اللي انا لحد دلوقتي ما ركبتش عربيه. ازاي تعيشي مع راجل وانت متطلقه منه؟ ليه؟ ده حرام. مش عندك دار تانية واخداها منه؟ ما تروحي تقعدي فيه. ليه؟ اعملي حسابك، الطلاق المره دي ما فيهوش رجوع. ما تحاوليش. خدي ابنك وروحي عيشي، صلي واعبدي ربنا والبسي طرحه وصفيها، صفيها من جوه، خليها بيضه. وشوفي اي حد مزعلاه صلحيه، اعتذري للناس اللي انت مبهدلاهم. انت اكتر واحده ظلمتيني وظلمت كل اللي حواليكي بدماغك. وانت مالك؟ ايه اللي دخلك في حياتي؟ ابو ابني وجوزي وبيتي، مالك انت؟ مالك مالكيش دعوه بيا، انا حر اعمل اللي انا عايزاه. هو عايزني امشي واسيب له البيت عشان يروح يجيب الست ياسمينه. عايزين ياسمين بيحبها يا اختي، بيحبها. كان متجوزني بس عشان خاطر اولد له الولد، ولما لقى التانية جابت الولد جري وراها وهيموت عليها. يا نيانتا يا صالح، يا نيانتا، قاعدة هنا طلقتني عشان ما اورثكش. انا خدت اللي يكفيني، ابني ليه فيك؟ ولا انت طلقت ابني كمان؟ طلقتني وطلقت ابني معايا؟ لا، ابني ليه حق هنا في البيت. هقعد في حق ابني واقعد معاه عشان بوريني هتجيب ياسمين ازاي تقعدها في البيت. لو قعدتها هنا انا اللي هطفشها لك، وريني. لا، انت ست مش طبيعيه، انت عايزه تروحي السرايا الصفراء، انت اكيد مجنونه. اسمع، مجنونه بقى جنان بجنان، ما انت اللي جننتني. جنان بجنان، انا هطلع جنان عليك يا صالح. وريني هتجيب ياسمين هنا ازاي. انا قاعده لك فيها. بص، انا عملك الراضي، اوعك تكون فاكر ان انا زي ياسمين. لا، انا غير اي ست، قاعده لك فيها. اطلعي بره، مش عايز اشوفك في وشي ابدا، ولا في الشارع ولا هنا. انت عايزه مني ايه؟ دمرت حياتي يا بومه، جايه تصلي لي هنا، جايه تصلي هنا وتعيطي لي وعامله لي نفسك ايه؟ توبتي الى الله. اللي عايز يتوب يا حبيبتي يتوب بعيد عني. غوري كده كفايه يا صالح، كده كفايه خلاص. بطل تمد ايدك عليه. هو ده عقاب يعني؟ ولا هي كده خلاص؟ ما يمكن كانت بتحبك وعايزه تكمل معاك. مالك؟ ما تشدهاش خالص كده، ما هي كده اتطلقت خلاص. بالمعروف ابعده. انت فرحانه فيا عشان هو بيضربني؟ انت جايه تشمتي فيا؟ كلكم تكرهوني. اوعي تكوني فاكره ان انت جايه يعني عشان خاطر تدوري على اختك. لا، طول عمرك وانت بنت وانت بتكرهيني، ودلوقتي اتفقت انت وهو. انا عايزه يا صالح وهو باعتلك وجايبك ومتفقين عليا. انت بتكرهيني. تعالي معايا يا اختي، انت دلوقتي بس متعصبه ومتضايقه. تعالي معايا، سيبي البيت ده والبيت التاني، هاتي ابنك وتعالي اقعدي معايا كام يوم، غيري جو، ولما نفسيتك ترتاح فكري بعقل. ما تمشيش من هنا، ما تمشيش يا ريهام غير لما تاخديها معاك. خدوا اختك معاك. اختك ملهاش عيشه هنا. اجيب ياسمين، اتجوز واحده تانية، اعيش لوحدي؟ ده بيتي يا ناس، بيتي. اتغربت سنين ومش مستمتع بحياتي ولا بفلوسي. كوشت على كل حاجه، حتى ذهبها، لمت الذهب كله خدته، وحتى الفلوس اللي انا كنت شايلها عشان اعمل بيها مشروع سرقتها، سرقت الفيزا، خدت كل حياتي. رجعي له فلوسه، رجعي له الفيزا بتاعته، رجعي له حاجته. ما تقبليش حاجه عليكي مش حقك. حرام عليكي يا اختي. مش هرجع حاجه ومش هروح عندك. انا هروح اقعد في بيتي وانا هشوف. يا نيانتا يا صالح.